لما نقلوا الموت تاعو كيفاش كان، اللي قتل شحال قتل هذا العدو والله من المسلم خاوتنا مؤمنين كيما احنا. تعرفوا شحال قتل 30 مليون. ما تقولوش بني الشيخ يكذب ولا اقراوا التاريخ. قتل 30 مليون مسلم، 30 مليون مسلم من الاقاليم المسلمه السنيه التقيه النقيه، من جماعه البخاري وجماعه مسلم وجماعه ابي داود والترمذي والنسائي وعلماء السنه كلهم. هنا كيف سمرقند واذربيجان واقاليم القوقاز، كيف هذه كلها ابادها عن بكره ابيها وامها. ونزيد نقول لكم للشباب اللي باش ما يغتروش، والله الذي لا اله الا هو، وانا في بيت ربي نقولها لكم نصيحه للشباب. شكون اللي كان معاه؟ انا ما عندي علاقه حتى بواحد، فهمنا كيف؟ الانسان اللي دار الخير ربي ينشر خيره، واللي دار الشر ربي يبين فضحه ويبينه. ونقول لكم شكون اللي كان معاه، شكون اللي عاونه. ما تتعجبوش اذا قلت لكم كان معاه الخميني، والله الذي لا اله الا، ما عندي علاقه انا بالخميني، ما ضرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن ننصح الشباب. انا اللي يسب صحابه رسول الله ويسب عائشه ويسب حفصه، بيننا وبينه العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. والله الذي لا اله الا هو. عندي الصوره تاعهم هو وستالين سنه 1945 واقفين ويصافحوا في بعضهم بعض، والخميني في ذاك الوقت راجل عنده جثه كبيره وغليظ وصحيح، فهمنا كيف؟ والشعر تاعو فريزي ولابس كوستيم تاع الفلانات تاع الملف في ذاك الوقت، شكون يلبسوه في ال45 لابسوا ويصافح في ستالين، وقال له اعطيني انا يلي نفرجك في السنيين، انا السنيين يكرهوني وانا نكرههم، انا اللي نوطيهم لك في الاقاليم المسلمه كلها. وداه واعطاه له القياده بالجيوش الروسيه، وهو اللي صفى الحساب مع المسلمين السنيين، لاننا نحن في دين الخميني وفي دين الشيعه كفار. فهمنا كيف؟ واللي ما بغاش يفهم نقول يا اخي راك تبع الاخبار، واش قالت ايران ذيك النهار؟ واش قالت؟ نقول لكم واش قالت، انتم تسمعوا ولكن ما كنتوش عارفين واش راهم يقولوا، يضيعوكم الوقت باطل. ولكن الانسان خاصو يسمع ويفكر. الايران قالوا تنوضي تحاربي مع العراق، قالت ما نحاربش. فهمنا؟ حتى الامريكان يضرب اسرائيل، هو اسرائيلي ضرب اسرائيل هاو ضرب اسرائيل. ناظر قال حتى يضرب الاقاليم المسلمه اللي هي كربلاء والنجف يسموها، وهي النجس اكرمكم الله، وكربلاء. هنا كيف؟ لانها 100% شيعه 100%. وانا نعرف ناس صحابي في العراق اساتذه، فيهم اللي راهم في مكه وفيهم اللي راهم ثم. فهمنا كيف؟ ونايب وزير الاوقاف صاحبي، فهمنا كيف؟ ودخلنا انا وياه في الكعبه، فهمنا كيف؟ اللي هو نايب وزير الاوقاف العراقي عبد العزيز السعدي واخوه. المهم الاقاليم هذه ثلاثه اللي موجودة في جنوب العراق ينقسمون إلى قسمين، جنوب وشمال. الجنوب كله شيعة 100%. السني اللي موجود ثم يعكروا عليه ويآذوه ويسبوه حتى يبيع